بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا بيكم. النهارده معانا مقارنه ما بين الشاومي ال 13 لايت، اكتر جهاز كده مش واخد حقه في اجهزه شاومي، وما بين الريلمي 11 برو بلس، اكتر جهاز واخد حقه قوي يعني بزياده كده. ما بيعديش يوم الا لما حد يسالني على الجهاز ده. فتعالوا بينا نعرف اهم مميزات وعيوب كل جهاز وايه المناسب ليك ولاحتياجاتك. ولكن قبل ما تبدا معايا الفيديو ما تنساش كده تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده الى 1000 لايك على الاقل. خلاص القناه قربت تصل الى 10000 مشترك، الف شكر للجميع. اتمنى ان خلال الفتره القادمه اقدر اصل الى 10000 مشترك. ده هيشجعني كده ان انا اكمل في مراجعه الاجهزه في ظل الظروف الصعبه اللي كلنا بنعيش فيها. فيا ريت تعمل لايك وتقول لي رايك في التعليقات. والناس بقى اللي متابعاني بقى لها فتره يا ريت كمان تشير الفيديو. لو اول مره تشوفني او لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه ويلا بينا. مبدئيا كده دول اجمل واشيك اجهزه موجودين، يعني من حيث الشكل ومن حيث كمان مسكه الاجهزه خلال استخدامك اليومي كده لاي جهاز فيهم هتبقى مبسوط. الظهر هنا في كل جهاز فيه كيرفات كده، والشاشه كمان فيها كيرفات، فتقدر تستخدم الجهازين دول كل واحد فيهم كده تقدر تستخدمه بايد واحده، ودي حاجه تمام جدا. الوزن كمان مريح قوي وسمك الجهازين حلو قوي. ولكن الشاومي ال 13 لايت في حته ثانيه، وزن الجهاز ده 172 جرام وسمكه 7.2 ملم، يعني ده اخف وارفع جهاز ممكن تستخدمه. اما الريلمي ف 184 جرام وسمك 8.7 ملم، برضه وزن حلو قوي ولكن مش برفع ولا خفه الوزن بتاع ال 13 لايت. فالجهاز ده مناسب جدا لو انت من الناس اللي دايما بيمسكوا جهازين او اللي معاهم دايما جهازين، فده هيكون التليفون المثالي ليك. الخامات بتاعه ال 13 لايت ممكن كمان تكون افضل شويه. الظهر هنا من الزجاج المصنفر الشياكه كده، الفريم من البلاستيك الممتاز جدا، وهقول لكم تجربتي مع الفريم بتاع الجهاز ده. ولكن تعالوا نكمل ونرجع للنقطه ديت. الجهاز هنا مقاوم لرذاذ الماء بمعيار اي بي 53، يعني ضد رذاذ الماء، حاجه خفيفه ولكن يعني احسن مما فيش. من فوق في الانفراريد اللي اصبحت حكر على اجهزه شاومي اللي بتستخدمها في كل اجهزتها عشان تقدر تستخدم التليفون كده كاري مود. من تحت في درج الشرايح اللي بياخد شريحتين اتصال بدون امكانيه لتركيب كارت ميموري. ال 13 لايت ده مفيش في التصميم كده حاجه تضايقك، يعني مفيش بروز للكاميرا، فلما تبقى حاطط التليفون على مكتب او حاجه ما تبقاش متضايق يعني. ولما تبقى حاطه في الجراب بتاعه مش هتلاحظ اي بروز للكاميرا، ودي حاجه هايله جدا. بعكس الريلمي 11 برو بلس اللي اكتر حاجه بتميزه هي نافذه الكاميرات الدائريه دي اللي شكلها مميز قوي ولكن مرتفعه بشكل ملحوظ عن ظهر التليفون. فلما تبقى حاطه على مكتب كده هتلاحظ ان الزجاج ده معرض للخدوش، فخليه دايما في الجراب بتاعه. والافضل طبعا ان انت تجيب سكرين بروتكتور لنافذه الكاميرات. التليفون دوت اللون الاسود اللي معايا ده خاماته من البلاستيك سواء الظهر او في الفريم. في اللونين تانيين اللون الاخضر والذهبي خامات بتاعتهم من الجلد، شكلهم يمكن يكون مميز شويه، ولكن برضه اللون الاسود ده حلو قوي، يعني في لمعه كده جميله بتخلي التليفون مميز. نيجي بقى لمقاومه الماء والغبار. التليفون ده غير مقاوم للماء والغبار من اي نوع، فخد بالك يمكن يكون ده العيب الثاني فيه بعد بروز نافذه الكاميرات. الجهاز بياخد شريحتين اتصال، مفيش امكانيه لتركيب كارت ميموري. نيجي بقى لتجربتي مع الفريم او الفريمات البلاستيك. انا جربت كل الاجهزه بتاعه الشاومي رقم لايت، يعني شاومي 10 لايت، شاومي 11 لايت، شاومي 12 لايت، واخيرا شاومي 13 لايت. انا استخدمت ال 11 لايت وال 10 لايت لفترات طويله، ما لاحظتش ابدا ان في تقشير في الفريم. كنت دايما حاطه في الجراب السيليكون بتاعه، ما كانش في اي نوع من انواع التقشير. نفس الكلام مع ال 13 لايت، هنا ما لاحظتش اي نوع من انواع التقشير. اما تجربتي بقى مع ريلمي، فانا كان معايا ريلمي جي تي نيو 2، ده كان تليفون بحبه واستخدمته لفترات طويله. الفريم بتاعه كان لاحظت انه بيقشر من الجراب السيليكون، وحصل معايا في ريلمي 11 برو بلس. يعني لاحظ كده معايا ان في نقطتين كده في الفريم من تحت لونهم متغير، والجنب برضه لونه كده يعني حصل فيه زي تقشير بسيط قوي. ممكن ما تلاحظش الكلام ده خالص وما تاخدش بالك منه، ولكن انا لاحظت الكلام دوت. والتليفون ما كملش معايا حوالي شهر وشويه، فدي حاجه تقول ان الفريم ده هيقشر لو فضلت سايبه في الجراب السيليكون بتاعه. الافضل ان انت تجيب جراب يكون كده مبطن من الداخل عشان تحافظ على الفريم. عموما كده انا هقيم الشاومي ال 13 لايت في التصميم ب 8 من 10، اما الريلمي 11 برو بلس فهديله 7 من 10.
نيجي بقى للصوتيات في الجهازين، وقولا واحدا الريلمي 11 برو بلس افضل. عندنا هنا سماعه سفليه بتشتغل مع سماعه المكالمات، وفي فتحات علويه كده عشان يخرج صوت سماعه المكالمات، ويبقى في توازن ما بين السماعه السفليه وسماعه المكالمات. الصوت حلو وواضح ونقي، يعني حاجه جميله جدا. اما في الشاومي ال 13 لايت فللاسف هي سماعه واحده من تحت، صوتها نقي وصوتها واضح، ولكنها سماعه واحده بتتكتم بسهوله، وشاومي كانت معودانا دايما على السماعات الاستيريو سبيكر، فده عيب بصراحه يعني قاتل في الشاومي ال 13 لايت. انا يعني هقيم الريلمي 11 برو بلس في الصوتيات ب 8.5 من 10، اما الشاومي ال 13 لايت فهديله 5 من 10، وال5 من 10 كتير اصلا. وسائل الامان في الجهازين، عندنا هنا بصمه تحت الشاشه في الجهازين. البصمه يعني بصراحه ادائها هايل جدا في الجهازين، بيستجيبوا بسرعه جدا، مفيش اي مشكله، وانت مجرد ما تحط صباعك كده على مكان البصمه بيشتغل على طول، ودي حاجه هايله جدا. وبينا بقى نروح لاهم حاجه موجوده في اي جهاز، وهي الشاشات. عندنا هنا شاشتين من اجمل الشاشات اللي موجوده في الفئه، شاشتين كيرفي منحنيين بيدوك مساحه رؤيه هايله جدا، 93% نسبه استحواذ الشاشه الى الواجهه في الريلمي، اما في الشاومي فبيديك نسبه استحواذ بتصل الى 90%، ودي حاجه برضه كويسه جدا عشان النوتش العريض بتاع الكاميرا الاماميه في ال 13 لايت. اما هنا فخرم وحيد كده حجمه قليل قوي. الشاشه بتاعه الريلمي بحجم 6.7 من 10 في مقابل 6.55 من 100 انش، يعني ما تحط الشاشتين جنب بعض مش هتلاحظ ان في فروق قوي. طبقه الحمايه اللي على ال 13 لايت من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5، اما طبقه الحمايه اللي موجوده على الريلمي فدبل رينفورسد جلاس، طبقتين من الزجاج المقاوم للصدمات، ولكن يعني الاثنين قريبين قوي لبعض، الاثنين بمعدل تردد 120 هرتز. وبصراحه الشاشتين هنا يعني طلقه حقيقي، الشاشتين سرعه جدا. يمكن يكون ال 13 لايت اسرع شويه، وهنعرف ليه اسرع لما نيجي نتكلم على الاداء. بقى لمواصفات الشاشات، عندنا هنا شاشتين من نوع اموليد بدقه فول اتش دي بلس، الاثنين بيدعموا تقنيه الاتش دي ار 10 بلس، ولكن ال 13 لايت يعني بيدعم تقنيه الدولبي فيجن لو تهمك يعني. المميز بقى في ال 13 لايت ان الالوان هنا بتصل الى 68 بليون كولر في مقابل 1 بليون كولر فقط في الريلمي، وده بيخلي الشاشه بتاعه ال 13 لايت الوانها احسن شويه، او يعني تحس انها مشبعه كده، وفي كونتراست كمان اعلى، وده بسبب ان كثافه البكسلات في ال 13 لايت 402 بكسل بير انش مع شاشه اصغر 6.55 من 100 انش، اما كثافه البكسلات في الريلمي فبتصل الى 394 بكسل بير انش، والشاشه اكبر شويه 6.7 من 10. فالشاشه بتاعه ال 13 لايت جودتها اعلى شويه، ممكن ما تلاحظش اول الفروق ديت لما تحطهم جنب بعض، لكن لو قعدت تدقق كده هتلاحظ ان الالوان بتاعه ال 13 لايت افضل شويه من الالوان بتاعه الريلمي. نروح بقى لسطوع الشاشات تحت اشعه الشمس. في الشاومي 1000 نتس، اما في الريلمي 950 نتس فقط. مش هتلاحظ ان في مشكله تحت اشعه الشمس، اللي الشاشتين متشافين، ولكن برضو الشاومي ال 13 لايت متشافه اكتر شويه من الريلمي، يعني وضوحها تحت اشعه الشمس ممكن يكون افضل شويه. عموما الشاشتين دول من اجمل الشاشات زي ما بقول، ومش هتلاحظ فروق كبيره ما بينهم. انا هقيم الشاشه بتاعه ال 13 لايت ب 8.5 من 10، اما الشاشه بتاعه ريلمي فهقيمها ب 8 من 10. ونروح بقى للبطاريات. عندنا هنا بطاريه في ريلمي 5000 ملي امبير، ودي بطاريه قويه جدا هتكمل معاك اليوم مهما كان استخدامك. لو انت استخدامك تقيل فبصراحه البطاريه بتاعه الريلمي دي من اكتر المميزات اللي موجوده في الجهاز، الى جانب الشاحن ال 100 واط اللي بيشحن الجهاز من 0 ل 100% في حوالي 38 دقيقه. فزي ما بقول البطاريه بتاعه الريلمي دي من اكتر المميزات الموجوده فيه. اما الشاومي ال 13 لايت فعندنا هنا بطاريه 4500 ملي امبير، وده عشان خاطر تقدر يعني الشركه تديك الرفع بتاع الجهاز دوت. البطاريه ادائها كويس هتكمل معاك اليوم في الاستخدام المتوسط، لو انت بتستهلك الجهاز وبتستخدمه كتير فهتكمل معاك اليوم، ولكن يمكن يكون بالعافيه شويه في نهايه اليوم كده هتضطر تشحنه، يعني مش هتلاقيه بيخش معاك في اليوم اللي بعده. بيجي داخل العلبه شاحن 67 واط بيشحن التليفون في حوالي 35 دقيقه او نص ساعه، برضه شحن هايل جدا. فالبطاريه بتاعت الريلمي اقوى، ولكن البطاريه بتاعت الشاومي 13 لايت مش وحشه، يعني هتكمل معاك اليوم. انا هقيم البطاريه بتاعت الريلمي 11 برو بلس ب 8.5 من 10، اما هنا فهقيمها ب 7 من 10.
ونصل مع بعض الى اداء الاجهزه. ولو انت وصلت معايا للنقطه دي ولسه ما عملتش لايك، اتمنى ان انت تنزل تعمل لايك. وانا براجع الجهازين دول كده وبجرب الاداء كنت مستغرب جدا، وكنت مستغرب اكتر وانا بحضر للمقارنه دي، لاني هقول حاجه انا ما قلتهاش قبل كده، وهو ان اداء شاومي افضل من اداء ريلمي. وده مش عشان خاطر البروسيسور اللي موجود في شاومي 13 لايت افضل من اللي موجود في ريلمي، بالعكس الاثنين تقريبا زي بعض. عندنا هنا في الشاومي 13 لايت بروسيسور من شركه كوالكوم السناب دراجون 7 الجيل الاول بدقه تصنيع 4 نانومتر ومعالج رسومي ادرينو 644. اما البروسيسور اللي موجود في ريلمي فهو برضه بروسيسور يعتبر محترم جدا من شركه ميديا تك، الدايمانيست 7050، بيجي بدقه تصنيع 6 نانومتر ومعالج رسومي امالي جي 68. تقريبا نفس الاداء ونفس النتائج الاختبارات، يمكن كمان الدايمانيست افضل شويه من السناب دراجون اللي موجود هنا. ولكن مش دي الزتونه، الزتونه فين؟ الزتونه في واجهه التشغيل. لاول مره اقول ان المي يو اي 14 افضل من واجهه الريلمي 4.0، ودي حاجه غريبه الصراحه. واجهه التشغيل الموجوده في الشاومي 13 هنا لايت واجهه مستقره جدا، مفيش الاعلانات المزعجه اللي بتظهر، التليفون سريع جدا في المهام اليوميه، مش هتواجه اي مشكله، بالعكس التليفون سريع جدا. وزي ما انا قلت لكم كده في الشاشات ان الشاشه هنا اسرع شويه، وده بسبب ان في توافق كبير ما بين واجهه التشغيل وما بين البروسيسور، فبصراحه الاداء هنا هايل قوي. اما في ريلمي فواجهه التشغيل هنا 4.0 بصراحه يعني انا بلاحظ على فترات كده ان بيبقى في بعض الجمود او الشاشه بتقفل بتجمد كده، تيجي ما بتستجبش، يعني بيبقى في بعض الجليتشات على فترات بعيده. زي ما قلت في المراجعه بتاعه الجهاز ده ان ما تقدرش تقولي ان الاداء وحش، ولكن ما تقدرش برضه تقول انه حلو. في الالعاب هتلعب على 60 فريم وهتلعب على يعني اعلى الاعدادات في الجهازين، ولكن لما تتقل على الريلمي هتلاحظ ان في تسقيط فريم في الالعاب لما تيجي تلعب لفترات طويله، بعكس الشاومي 13 لايت اللي انت مش هتلاحظ بتسقيط فريم مش بنفس اللي موجود في ريلمي. يمكن النقطه الوحيده في صالح ريلمي هي ان ريلمي ما بيسخنش عن الشاومي. الشاومي هنا بتحس بالسخونيه شويه لما تيجي تتقل على الجهاز، او ده يرجع اعتقد بسبب رفع الجهاز، فبتحس بالسخونيه بتاعه البطاريه. اما في ريلمي فما بيسخنش خالص. شبكه المكالمات في الشاومي 13 لايت برضه دي حاجه يعني الاول مره اقولها، شبكه المكالمات هنا افضل من ريلمي. انا في المكان شغلي كده شبكه المكالمات تكاد تكون مش موجوده، بستقبل التليفون او بستقبل مكالمات على الشاومي 13 لايت وبقدر الطرف الثاني يسمعني وانا اسمعه، يعني بعكس ريلمي اللي ما بقدرش استقبل مكالمه، دايما التليفون خارج نطاق الخدمه. ده مش عيب في الجهاز على فكره، هي المكان اللي انا فيه في شغلي هي اللي الشبكه فيه ضعيفه، ولكن ال 13 لايت بيجيب لي شبكه، وده معناه ان شبكه المكالمات في ال 13 لايت اقوى من ريلمي 11 برو بلس. سنسور المكالمات في الجهازين حلو جدا، هاردوير، الشاشه منين ما تستقبل المكالمه بتاعتك هتقفل، ودي حاجه تمام جدا. البلوتوث والواي فاي ادائهم هايل قوي. باختصار كده اقدر اقول ان اداء شاومي لاول مره يتفوق على اداء ريلمي. انا هدي شاومي هنا 8 من 10 في مقابل 7 من 10 في ريلمي. اداء الكاميرات هنا حلو قوي، الكاميرتين هنا مختلفين في حجم السنسور. عندنا هنا سنسور 200 ميجا بكسل، اما هنا سنسور 50 ميجا بكسل، ولكن السنسور المستخدم في الشاومي 13 لايت هو من شركه سوني الاي ام اكس 766، وزي ما قلت ده سنسور كاميرا فلاج شيب، يعني سنسور كاميرا محترم جدا. تعالوا نروح كده لاداء الكاميرات في الاضاءه القويه. مش هتلاحظ ان في فروق كبيره ما بين الكاميرتين، ممكن يكون في معالجه الوان احسن في الشاومي، وده راجع للبروسيسور بتاع شاومي الكوالكوم، معالجه الالوان بتاعته بتكون افضل من معالجه الالوان بتاعه البروسيسور الميديا تك. عموما شكل الصور قريب قوي لبعضه في الاضاءه القويه. لما نروح لاضاءه منخفضه بقى اندور او في الاضاءه الليلي هتلاحظ برضه ان في تفوق للشاومي 13 لايت، يعني الصور كده مشرقه، مناطق الظلال ظاهره، يعني بصراحه الصوره احسن شويه من ريلمي. الكاميرا العريضه 8 ميجا بكسل في الجهازين، في الاضاءه القويه مش هتلاحظ فروق، ولكن في الاضاءه المنخفضه هتلاحظ ان الشاومي 13 لايت في تدخل كده من السوفت وير بيخلي الصوره مشرقه اكتر وفيها تفاصيل احسن. بصراحه صور مستخدمه قوي في الاضاءه المنخفضه في الكاميرا العريضه بتاعه الشاومي 13 لايت. نروح بقى للكاميرات السيلفي، وعندنا كاميرتين 32 ميجا بكسل في الاثنين، الاداء هايل جدا. في ريلمي السكين تون احسن شويه، ريلمي اما في الشاومي فعندنا هنا سنسور للدبس 8 ميجا بكسل، ده بيدي لك عزل حقيقي، عزل يعني افضل من اللي موجود في ريلمي. في ميزه برضه في الشاومي 13 لايت هي وجود
الفلاش اللي في الكاميرا الاماميه 2 ليد كده، عشان وانت بتصور كده في منطقه الاضاءه فيها منخفضه تقدر تاخد وش كده او يعني صور مشرقه افضل. في الفيديو هتلاحظ برضو ان شاومي اثناء الحركه كده ثابت اكتر شويه من ريلمي، يعني وانت شايف كده وانا بتحرك هتلاحظ ان شاومي فيه ثبات احسن شويه من ريلمي 11 برو بلس. باختصار الكاميرتين حلوين، الكاميرتين يعتمد عليهم جدا. انا برضو هدي الشاومي 13 لايت 7.5/10، اما الريلمي 11 برو بلس فهديله 7/10. تعالوا بقى نلم القصه دي كلها كده في دقيقتين. انا هبدا بالشاومي 13 لايت اللي بلاحظ انه يعني اتظلم او ما خدش حقه في الاجهزه اللي موجوده في السوق. الشاومي تعبت بصراحه في الجهاز ده، او يعني عملت كده اللي الناس كانت عايزاه. يعني الاداء ما كانش حلو، او كلنا كنا بنشتكي من واجهه التشغيل في التليفون ده. واجهه تشغيل جميله، شبكه المكالمات في شاومي دايما كنا بنشتكي منها، في التليفون ده شبكه مكالمات حلوه جدا، تصميم هايل، كاميرات يعتمد عليها، شاشه هايله جدا، فكومبو حلو جدا. فيما عدا الصوت بتاع الجهاز ده بصراحه انا غير يعني مش قادر اتقبله. يعني حتى ان كان السماعه صوتها حلو وصوتها واضح، ولكن يعني شاومي اصلا عودتنا على السماعات الاستيريو، والناس اللي متعوده على السماعات الاستيريو هتحس دايما ان في حاجه غلط في الجهاز ده. لو الجهاز ده كان بسماعات استيريو وبطاريه اقوى شويه ما كنتش هتردد اني اقول ان ده افضل اجهزه شاومي، افضل اجهزه الفئه كلها، ولكن للاسف لازم يبقى في خازوق. اما في ريلمي 11 برو بلس فنقدر نقول كده ان ريلمي عملت الخلطه الصحيه، جابت الحلو من هنا على الحلو من هنا وحطته في الجهاز دوت. عندنا تصميم حلو ومميز حتى وان كان نافذه الكاميرات حجمها كبير. عندنا مسكه الجهاز حلوه جدا، شاشه جميله، يعني بطاريه قويه جدا وشحن سريع قوي. اداء ما تقدرش تقول عنه وحش ومش حلو، يعني دحلاب كده، يعني ما تقدرش تقول ان الاداء في الجهاز ده يعني يعيبه او حاجه. فنقدر نقول انه زي اجهزه شاومي بتاعت زمان، قيمه مقابل سعر. الجهاز ده فيه كل حاجه انت محتاجها، في بعض التنازلات الخفيفه ولكن مقبول في المجمل يعني. ولهنا نيجي لنهايه الفيديو. اتمنى كده ما اكونش طولت عليكم. يعني دايما بقول ان افضل جهاز هو الجهاز اللي يتناسب مع احتياجاتك. ما تنساش تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده الى 1000 لايك ونصل قريب كده الى 10000 مشترك. الف شكر للجميع على تعليقاتكم الجميله في الفيديوهات السابقه، واشوفكم على خير في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.